أهلا بكم. بدءا من اليوم وإلى غاية الأحد المملكة تشهد ثلوجا وأمطار. نشرة إنذارية من الدرجة البرتقالية لمديرية الأرصاد الجوية تشير إلى أن تساقطات ثلجية ستسجل بالمرتفعات التي يبدأ علوها من 1700 متر، على أن تتراوح مقاييس الثلوج بين 30 و50 سنتيمترا بكل من ميدلت وورزازات وتنغير، وبين 10 سنتيمترات إلى 30 سنتيمترا بكل من إفران وخنفرة وأزلال وبني ملال والحوز وتارودانت. إلى جانب الثلوج تشهد أجواء المملكة أيضا تساقطات مطرية ستتراوح مقاييسها بين 25 و 35 مليمترا بالصويرة، إنزكان أيت ملول، أكادير، إدوتنان، شوكا أيت باها، تيزنيت، سيدي إفني قلميم، طنطان وطرفايا، وذلك إلى غاية 6 من صباح غد السبت. وستتراوح الأمطار بين 25 و 55 مليمترا بفيجيج وبولمان والراشدية وزاغورة وتنغير وطاطا وميدلت، وذلك بدءا من منتصف الليلة المقبلة إلى غاية 6 من مساء غد السبت. مقاييس الأمطار ستتراوح بين 25 و 35 مليمترا بكل من المضيق، الفنيدق، فحص، أمجرة، طنجة، أصيلة، تطوان، بدءا من منتصف الليلة المقبلة إلى غاية منتصف نهار غد السبت. ومن بين مناطق المملكة التي اعتادت قممها التوشح ببياض الثلوج تشكا على الطريق بين مراكش وورزازات. كيف استقبل سكان المنطقة والعابرون للطريق الوطنية رقم 9 هذه الثلوج؟ نتابع روبورتاج نزهة عزيزي الحسن بالعالي. فرحين بهذا الشيء الحمد لله. ملي كيشوفوا هذا الخير كيوقفوا، واخا يكون يعني باغي يسافر لكازا ولا الرباط ولا شي بلاصه بعيده، ملي كيشوف هذا الخير كيوقف كيصور كيعاود يصور، وفرحانين ولادهم وكلشي الناس الحمد لله فرحانين على هذا الخير. الخير هذه إحلى يشكل على المناسبات. تساقطات خير كنا في أشد الحاجة إليها، وكلها منفعة نحمد الله عليها، حتى إنها تخفف من شدة البرد الذي تعرفه المنطقة، وطبعا سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على البعضات. أعجبتني المنطقة كثيرا، المنظر جميل وممتع، ونحن هنا قادمين من مدريد. جايين من مدريد وتعجبوا وشافوا هذا المنظر هذا تلج وتعجبوا، قالوا اش هذا الشيء تعجبوا كاع اول مره، والمهم راه فرحانين وغاديين ان شاء الله المرزوقه. Là-bas en France c'est l'hiver. تركنا فصلا باردا في فرنسا وأردنا أن نستمتع ببعض الحرارة هنا. نحن متفاجئون بالمنظر وبكمية الثلوج، لكن المشهد رائع، خاصة صحة خير في انتظار تساقطات أخرى أكثر كثافة منتظرة بالإقليم. وعلى أبواب فصل الشتاء في فلسطين المحتلة، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات صعبت أكثر الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. جرفت المياه خيام النازحين وقضى 11 فلسطينيا نتيجة الغرق ونتيجة انهيار المباني في عدة مناطق في القطاع، ومن بين الضحايا طفلة توفيت بسبب البرد. نادية اليوبي. في غزة لا تتوقف المأساة عند حدود القصف والتهجير، فبين خيام ممزقة وبرد قاس جاءت الفيضانات لتضيف وجعا جديدا إلى حياة النازحين. خلال 24 ساعة فقط فقد 11 فلسطيني حياتهم، من بينهم أطفال ورضع، بعدما غمرت السيول مخيمات كاملة وانهارت منازل هشة كانت آخر ما تبقى لهم من ملاذ. في بيت الله انهار منزل يأوي عائلة نازحة فاختطفت منه أرواح 5 أشخاص، وفي حي الرمال سقط حائط على خيام فأنهى حياة 2 آخرين. البرد القاسي بدوره خطف. في جديد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن في روسيا أن 7 أشخاص من بينهم طفل أصيبوا بجروح في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة تبعد ب 180 كيلومترا عن العاصمة موسكو. وفيما تتواصل المعارك والتصعيد العسكري، شدد البيت الأبيض في واشنطن على أن الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب مستاء للغاية من أوكرانيا ومن روسيا. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب سئم على حد تعبيرها عقد اجتماعات تقتصر الغاية منها على الاجتماع فقط، مضيفة أن الرئيس الأمريكي لمن في مقر البرلمان المغربي بالرباط. مجلس النواب يستضيف أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة مؤتمر رؤساء برلمانات القارة التي ستركز على موضوع الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير. ريبورتاج نادية أحتى مصطفى السعدوني. مكانة إفريقيا في النظام الدولي وسبل بناء مؤسسة تشريعية قوية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة أبرز القضايا التي تطغى على أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية. المؤتمر يولي كذلك أهمية للقضايا برامج والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية متنوعة تصب جميعها في هدف دعم العنصر البشري وتحسين ظروف عيش مختلف الفئات التي تحتاج المساندة. وفيما يتعلق بدعم الشباب، برنامج تحسين الدخل وتسهيل الإدماج الاقتصادي يقوم على تمويل المشاريع وتشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال آلية منصة الشباب. واكبت هذه المنصة بعمالة وجد أنجاد حوالي 230 من حاملي المشاريع. ريبورتاج عبد الحميد المرابط عبد العالي عمياش. منصة الشباب بعمالة وجد أنجاد تفتح أفقا جديدا لهذا الشاب الذي يرنو إلى مستقبل أفضل بعد استفادته من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه الخطوة التي مكنته من تمويل عملية اقتناء معدات المجهر والكاميرا الحرارية وأدوات الفصل والتلحيم وغيرها من لوازم إصلاح وصيانة الهواتف المحمولة، مهدت السبيل أيضا للاستجابة السريعة للطلبات المتزايدة للزبناء. بالنسبة لهذه المبادرة نفعتنا بزاف. كنا كنعانيو من ماتريال، قلة في الماتريال. دابا الحمد لله الماتريال توفر عندي في المحل، كنخدم بواحد الريحية. الزبائن كان أننا الإنسان كيجي مزروب وكنقدروا أننا نوجدوا له بياسة ديالو بأقرب وقت، والحمد لله. ساعة تأسيس مقاولة صغيرة جدا حانت أيضا بالنسبة لمروان ذي 26 ربيعا الذي اختار مجال المطعمة والوجبات السريعة. منصة الشباب احتضنت هذا المقاول ولتسهيل الاندماج في سوق الشغل يسلك سبيلا أيضا الرياضة، فأبعادها كثيرة تتجاوز ما هو رياضي بحض، إذ يمكن استثمارها في قضايا اجتماعية واقتصادية. وضع الرياضة في خدمة التكوين والإدماج في سوق الشغل ومحاربة الهدر المدرسي مركز جديد لمهن الرياضة افتتح بالعيون ضمن مراكز ومدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وهو ثمرة الشراكة بين الوزارة الوصية على القطاع والمجتمع المدني. ريبورتاج يوسف ويشو حميد خوشان. بالرياضة يمكن أن تحقق أحلامك ليس كشعار، لكنه برنامج تربوي هو الأول من نوعه بالعيون، يستهدف فئة المنقطعين عن الدراسة عبر مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد. المركز الجديد لمهن الرياضة يمنح للمستفيدين فرصة أخرى من أجل تطوير المهارات التربوية الأساسية والرياضية والحياتية والمقاولاتية، كذلك في أفق الإدماج في سوق الشغل. جيت باش نطور المهارات ديالي في المدرسه هذه، كنعطيني واحد الفرصه ثانيه فين ننمي المهارات ديالي ونكون من راسي ونزيد نتعلم اللغات ونطور من نفسي من الناحيه اللغويه ومن الناحيه الفكريه باش نلقى الخدمه ديالي هون في مدينه العيون وتوفر لي داكشي كامل اللي باغي. الان حيث يواصل المنتخب الوطني على مسار التقدم في منافسات كأس العرب، وتواصل معه الجماهير المغربيه الداعمه صنع الفرجة والأجواء الحماسية، ومع ضمان الأسود بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب تغلبه على المنتخب السوري أمس، تحول محيط ملعب خليفة الدولي إلى مساحة نابضة بألوان العلم المغربي، تعبيرا من الجماهير المغربية على ارتباطها الكبير بالمنتخب الوطني أينما حل وارتحل. من الدوحة ريبورتاج بعثة القناة الثانية، تحرير أسامة العبادي. مع نهاية مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب سوريا، تغيرت ملامح محيط ملعب خليفة الدولي بالكامل، حيث خرجت الجماهير المغربية إلى جوار الملعب وهي تحمل نفس الروح التي بدأت داخل المدرجات،
فرحا وحماسا وتعبيرا تلقائيا عن الانتماء. نحن متفوقين بدنيا وتكتيكيا ودينيا ونستحق الفوز 100% وديما مغرب. الله يعطيهم الصحة. ومن العاصمة القطرية الدوحة ينضم إلينا مباشرة على الهواء مبعوثنا أيوب البصري. أهلا بك أيوب، كيف هي الأجواء في الدوحة حاليا بعد تأهل المغرب، وماذا عن الأجواء السائدة في أوساط المنتخب الوطني وأيضا برنامج تدريبه؟ مرحبا زهرة من هنا من الدوحة من المركز الإعلامي. نحن كإعلاميين مغاربة بداية الأكثر سعادة الأكثر راحة، ضمننا الوصول، بينما بقية المباريات ستجرى اليوم والكل قلق قبل المباريات. هذا القلق تجاوزناه ولله الحمد، ونحن الآن في دور نصف النهائي. ما تابعتموه في الروبورتاج هو تكملة لما وقع في بقية المباريات، وكان له جزء آخر. بعد نهاية اللقاء انضم الجماهير المغربية انضمت بكثافة إلى مجموعة من الأماكن الرئيسية في الدوحة، أبرزها سوق واقف، واستمرت الاحتفالات إلى غاية الثانية أو الثالثة من صباح اليوم، في ظل أن اليوم فهو يوم عطلة هنا في الدوحة. الجماهير المغربية كانت حاضرة بقوة حتى تذاكر المباراة المقبلة، فمع التعرف على الخصم بشكل مباشر فسيسمنا بالنسبة ليوم الاثنين. منتخبين معا، منتخبين قويين. الإمارات لديها مجموعة من اللاعبين المميزين، لاعبين لهم خبرة في الدوريات اللاتينية والدوريات البرازيلية. الجزائر في جميع الحالات يعتبر ديربي، ستكون مباراة مشوقة ينتظرها الجميع. نحن وأيضا الطاقم التقني صراحة لا يهمه من سيمر، قوة المنتخب هي من ستقودنا إلى دور النهائي بغض النظر عن الخصم، ولكن المعطيات ستتغير. الإعداد والتحضير للإمارات ليس هو الإعداد والتحضير للجزائر، كل منتخب له ميزاته وله سلبياته. البطولة التي تأهل منها أيضا المنتخب السعودي يوم أمس بعد انتصاره على المنتخب الفلسطيني، فالآن المتأهلون هم المغرب والسعودية. اليوم عند الساعة 3:30 بالتوقيت المغربي ستجرى لقاء مباراة بين المنتخب الأردني ومنتخب العراق، مباراة تهمنا أيضا في ظل تواجد الطاقم التقني المغربي جمال السلامي وبقية الطاقم المغربي. ثم ستختتم اللقاءات اليوم دوحة. نختم من فاس العريقة وباحتفاء بواحد من أعرق الفنون التراثية المغربية، الطرب الأندلسي المغربي. احتفي به في حدث جمع ثلثا من الفنانين والعازفين من مختلف ربوع المملكة في لوحة أخرجها المايسترو محمد بريول. ريبورتاج سارة جابري، حمزة الصالحي، تحرير مريم التركة. أزيد من 70 فنانا وفنانة قدموا من مختلف مدن المملكة للمشاركة في الأمسية الاستثنائية المنظمة بمناسبة الميلاد الرسمي لمؤسسة محمد بريول للفن والتراث.